ليه يا هندسة ركبنا هنا خلاطين بدل خلاط واحد؟ هقول لك احنا ليه هنا ركبنا خلاطين. انا عندي هنا المكتب الفني عمل ديزاين معين للعميل بحيث ان احنا نعمل هنا بانيو ونعمل جنب منه شاور، نعمل جنب منه شاور روم ونعمل بانيو في الجزء ده. فانا جيت هنا في الجزء ده عملت للبانيو، عندي بانيو مساحته متر و50 سم، فوسطنت الخلاط ده بالشكل ده بحيث ان هو يخدم البانيو. وجينا في الجزء ده بتاع الكابن شاور عملنا هنا خلاط يخدم الجزء بتاع الكابن شاور برين شاور زي ما انت شايف كده. عشان كده هنا عملنا 2 خلاط ده. لو جينا هنا هنلاقي ان احنا هنا عاملين صرف للبانيو بالشكل اللي انت شايفه ده. وجينا هنا عملنا صرف للكابن شاور مسطره 30 سم، بيبقى شكلها حلو في الكابن شاور وبتلم كل الميه اللي موجوده في المكان. عندي هنا كمان عايز اوريك ان احنا اسسنا فلاش تانك جروهي. طبعا الفلاش تانك ده عليه ضمان مدى الحياه ومتين جدا وكويس جدا. عندي 2 اوبشن ان انا اعمل في الفلاش تانك ده، اقدر ان انا اعمل المحبس بتاعي مدفون ورا القاعده، واقدر ان انا اخليه موجود جنب القاعده. هنا في الجزء بتاع الحوض زي ما انت شايف كده عملنا مخرجين سخن وبارد مع الصرف، وهيبقى في يونت هنا في الجزء ده هتداري كل الكلام ده معايا. طبعا ما ننساش ان احنا عملنا طبقات العزل زي ما انتم شايفين، عملنا طبقتين عزل كيميائي على الارضيات. طبعا بعد ما محرنا الارضيات كويس وسويناها وعملنا رقبه الازازه بالشكل اللي انت شايفه ده، بحيث ان دي نقطه التقاء المباني بالخرسانه وما يحصلش ما بينهم اي تسريب. مهم جدا برضو ان احنا نعمل رقبه الازازه دي. تعالى كده اشرح لك تاني احنا عملنا ايه. لو جينا في الجزء ده زي ما انت شايف كده عملنا التصاريف بتاعت التكييف، وتصاريف التكييف دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ناخد بالنا منها في التاسيس عشان بعد كده ما يحصلش اي مشاكل بسبب التصاريف والميه بتاعت التكييفات. عندي حمام تاني، طبعا التصاريف بتاعت صرف التكييف مشيت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وعندي الحمام التاني بدانا بالشكل برضه كويس ده، حمام صغير شويه 2 متر في متر و50، ولكن طلعنا منه حاجه شكلها شيك وحلوه جدا برضه. عملنا هنا برضه خلاط دفن بالشكل ده، برين شاور نازل من السقف. حتى لو خدنا بالنا من الرين شاور احنا مؤسسين بطريقه احترافيه شويه بحيث ان ما يحصلش اي اهتزاز من الرين شاور لما اشغل الميه او يبقى ضغط الميه بتاعي عالي. عندي هنا برضو واحد فلاش تانك جروهي في التو اوبشن اللي شرحتهم قبل كده، وعندي هنا برضو مخرج للحوض سخن وبارد مع الصرف بتاعه، مع مراعاة تطبيق كل مراحل العزل زي ما احنا شايفين كده في الارضيات. طبعا بنعمل مراحل العزل في الارضيات قبل ما نمدد الصرف بتاعنا، بحيث ان احنا عاملين العزل تحت منه والصرف يبقى بعد العزل على طول، وبنبدأ نقفل عليه بالشكل اللي انت شايفه ده.